حتى شي حاجه صعيبه على المغاربه. ناخذوا الابتسامات ديالكم. شنو كيفاش كترقم مباراه الغد امام اسبانيا؟ كنشوف ان شاء الله انه المنتخب غادي مزيان. وليد الركراكي داير خدمته، الدراري بحال الاخوه. عندنا فريق متماسك. كنظن ان شاء الله غدا ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه، وكنتوقع ان شاء الله تكون 1-0 وحنا وراهم. جيد ان شاء الله نمشيو به للدور الربع النهائي، لانه هذا الحلم ديالنا كاملين كمغاربه. اول حاجه بغيت ان شاء الله واحد رساله بسيطه للجماهير المغربيه. ان شاء الله غدا نكونوا مطمئنين، نكونوا سفراء المغرب، نشجعوا 90 دقيقه لا تهم النتيجه. حنا الحمد لله كاملين جايين من انديه وموالفين تشجيع، غدا كاملين مغاربه، وكنقولوا الناس اللي ما قدوش يجيو هما غائب حاضر في قلوبنا. الناس اللي ما جاوش يدعيوا معنا ان شاء الله، وغيكون التوفيق. وغدا ان شاء الله بغينا رساله في المدرجات ورساله في الملعب. داك النوبه الحمد لله سهل الله، كلشي داز مزيان، التنظيم ما كاين حتى حاله. يسر الله سبحانه وتعالى، ولما لا الفوز. ناخذوا جمهور تحياتي للجاليه المغربيه في امريكا وخاصه في اورلاندو. بالنسبه للمقابله ان شاء الله غدا، لنا كل الثقه في السير الركراكي، كما لنا الثقه في العناصر الوطنيه. ومن هذا المنبر تنبغي نشكرهم بعدا على الاداء الجيد اللي داروا في هذه البطوله، وان شاء الله مربوحه 2-1 للمغرب. ان شاء الله. التفاؤل معنا من مواطن قطري. اجي معنا. السلام عليكم، كي داير؟ بخير؟ هلا والله، معكم عبد الله مغربي بلباس قطري جميل. يعني يتم تسويق لباس التقليدي المغربي، وايضا هذا اللباس الجميل القطري الرائع. اكيد انك تابعت مباريات المنتخب الوطني وترغب كما هو مغربي ان تتواصل هذه الرحله الجميله في دروب كاس العالم في قطر 2022 هنا في دوحه الخير في قطر. بطبيعه الحال خويا سفيان، احنا ان شاء الله هذا الجيل هذا بغينا نعيشوا هذا الحلم. بعد 36 سنه تقريبا ما تاهلش المغرب للدور الثاني، وحنا بغينا نكونوا شهداء على لما لا النهايه ان شاء الله، لما لا الفوز. المهم احنا نحلموا ان شاء الله يتحقق، ولنا الثقه كامله ان شاء الله في التركيبه الوطنيه. والجماهير المغربيه ان شاء الله، انا واحد الرساله غنقول، لان بزاف كان مشكل ديال التذاكر. انا نتمنى ان اللي ما عندوش تذاكر يحاول ما امكن ما يديرش حتى شي مشكل برا الملعب، حاول يكون واحد النظام اللي هو زوين ان شاء الله. جمهور مغربي، جمهور راقي. سفيان الى امكن حديث عن التذاكر، اين وصل هذا الملف؟ جهود تبذل، وما نرغبه هو انه كل عاشق للفريق الوطني يجد تذكره لمتابعه مباراه المغرب امام اسبانيا. نعم عادل. اتحدث عن تذاكر سفيان، عرفوا بانه الموضوع اللي ربما استاثر اكيد التذاكر. تم عرض بعض التذاكر وتوزيعها على بعض الجماهير المغربيه في وسط العاصمه القطريه الدوحه. تم تغيير المكان. نعم اكيد من حق اي واحد جاء لدوله قطر لمسانده الفريق الوطني ان يحصل على التذكره لمسانده منتخب بلاده، لانه القوه الدافعه للفريق الوطني وهذا الجمهور الرائع. من جاء الى قطر، من يقيم في قطر، من يقيم في كل رقعه جغرافيه من العالم، من حقه مسانده الفريق الوطني. هناك اؤكد لك انه هناك جهود تبذل اليوم، هذه الليله ويوم غد. والجماهير المغربيه نتمنى أن كل من يرغب في مساندة الفريق الوطني أن يحضر لمتابعة يوم غد بنظام وانتظام لتسويق تلك الصورة التي تحدثت عنها كل وسائل الإعلام، سواء هنا في قطر أو وسائل الإعلام العالمية التي تحدثت عفوا عادل عن رقي وعن الأخلاق العالية للجماهير المغربية. زميل عادل، ذلك ما نتمنى ان شاء الله، خصوصا مع هذه المؤشرات الايجابيه